المهارات هي واحدة من أساسيات كرة القدم، ولازم إن كل لاعب يمتلك مجموعة منها عشان يكون عندهم القدرة على المراوغة وصناعة الفرص ليهم. ففي فيديو النهاردة هيكون معانا 4 مهارات من المهارات الجميلة اللي هتديلك شكل حلو في الملعب، وكمان هيكون في شرح لكل مهارة خطوة خطوة، وهيكون الشرح بأسلوب سلس وتقدر إنك تفهمه بسهولة. كمل الفيديو للآخر عشان تقدر تستفاد بأكبر قدر ممكن من مجموعة المهارات دي. هندخل على الانترو ونبدأ على طول. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا 4 مهارات من المهارات الجامده جدا اللي انت تقدر تستخدمها في المباريات مع استخدامك لتطبيق الخطوات اللي هقول لك عليها. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك، ولو انت جديد عندي سبسكرايب للقناه مع تفعيل زر الاشعار عشان كل فيديو جديد ينزل يوصلك. ويلا بينا نبدا في المهارة. دي حركة البودي فينت وهي جميلة واستخدامها حلو في الملعب، وبتعمل بودي فينت عشان الخصم يروح معاك في زاوية وبنفس القدم تراوغه بسرعة وتجري عليها. هنشوف المهارة بعد كده، هندخل على شرح الخطوات عشان تقدر تتعلموها وتتعلموها بسهولة. And really that's that, running the game, look at my stamina. Pull out your camera, taking the flick, but you was out of the pick. Boy you دي مهارة حلوة جدا ودايما تستخدمها على طرف الملعب من عند خط التماس عشان تقدر تراوغ خصمك بكل سهولة، بس لازم تعملها بسرعة عشان تقدر تخدعه بالطريقة دي. ويلا بينا نروح نشوف الشرح. في البداية لازم تعود قدمك على حركة الفينت عشان دي أول خطوة، وهي أساس الحركة لخداع الخصم. هتفضل تعمل التمرين ده في حدود 5 دقايق أو 30 مرة على الأقل، وبعد كده تتعود على رفع الكورة من داخل قدمك في المكان ده من الكورة، وتفضل تستمر على التدريب عليها لحد ما تكون سهلة معاك. وفي الآخر هتدمج المهارة كاملة وتستمر على التدريب عليها كتير جدا زي ما انتوا شايفين كده، عشان كل ما هتتمرن عليها أكتر كل ما هتكون متحكم فيها أكتر، وهيكون عندك الثقة إنك تقدر تعملها وتنفذها بسهولة. وده ملخص للحركة عشان تكون واخد بالك من كل تفصيلة في الحركة. وزي ما انتوا شايفين كده بعد ما تتقنها تعملها بنفس الطريقة دي، وهتيجي معاك بالأسلوب اللي انت شايفه قدامك ده بالظبط. When they want the things that you got, when it's your pockets that they watch, I stay on the track. What do you say? Hey, I got what I need. I'm moving, I breathe. I'm never gonna leave. What do you say? Man. المهارة دي مخادعة تماما، وكان بيستخدمها نيمار على اطراف الملعب، وكل اللي فيها انك بتعمل حركة التشوب وبتخدع الخصم بعد كده بحركة انسايد ستيب اوفر عشان تقدر تمر وتعدي منه وتراوغه بسهولة. هنكمل الحركة بعد كده ندخل نشوف هنتعلمها ازاي. دي مهارة برضو عالية وتقدر انك تستخدمها برضو على طرف الملعب، وهي المهارة دي عبارة عن كومبو بين مهارة التشوب ومهارة الستيب اوفر، ومع حركة جسمك السريعة هتعمل لك شو كويس جدا في الملعب مع تطبيق المهارة بالشكل الصحيح. يلا بينا نروح نشوف هنتعلمها ازاي. في البداية لازم تتعلم حركة التشوب بانك تستمر على التمرين ده لمدة 5 دقايق عشان دي اول خطوة من المهارة، ولازم بعد ما تتعلمها تكون متقن ليها كويس جدا، وبعد كده تتعود على حركة انسايد ستيب اوفر وهتفضل تتمرن عليها بالاسلوب ده اللي انت شايفه ده قدامك بالظبط. الخطوة الثالثة والاخيرة هتدمج الحركة وتعملها كاملة زي ما انتوا شايفين، وهتفضل تتمرن عليها ببطء الاول وتسرعها بعد كده. واهم حاجه برضو استمرارك في التدريب عليها، عشان زي ما قلت لكم في الاول كل ما تستمر على التدريب عليها كل ما هتتقنها اكتر واكتر واكتر. وده ملخص للحركه. 1 هتعمل التشوب اللي هو سحب الكره. 2 هتضرب الكره من خلف قدمك. 3 هتعمل انسايد ستيب اوفر مع ضرب الكره بوجه خارج القدم. وبعد ما تتقنها كويس جدا هتكون معاك سهله زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي، وتقدر انك تتصرف فيها وتعملها بسهوله جدا. بس اهم حاجه تتمرن عليها زي ما قلت لكم وتجدها كويس جدا عشان تقدر تنفذها في المباريات. دي حركة حلوة واستخدامها بسيط جدا بضرب الكرة من خلفها، وهتعملها برضو بانسايد ستيب اوفر عشان دي حركة رائعة جدا عشان خصمك يتشتت بيها. بس اهم حاجة سرعة الحركة مع الثقة، اهم حاجة انك تعملها بثقة وتكون سريع فيها. بعد ما نكمل المهارة هنتعلم ازاي تقدر تنفذها وتعملها بسهولة.
دي مهاره حلوه جدا بس هي استخدامها ضعيف شويه في الملعب. ممكن تعملها في ملعب خماسي وما انصحكش انك تعملها باستمرار لانها حركه استعراضيه اكتر من حركه ان هي مثلا تعملها في ماتش جد او كده. ممكن تعملها في ملعب خماسي او تعملها في ماتش مع اصحابك تتمنظر بيها بس مش اكتر. يلا بينا نروح نشوف هتتعلمها ازاي. في البداية لازم تتعلم الحركة دي برضو على الأقل كتير، وهتفضل تتعلمها شوية والكرة ثابتة وشوية برضو تتعلمها والكرة بتجري. وبعد كده تعمل حركة انسايد ستيب اوفر مع سحب الكرة للخلف، وهتفضل برضو تتمرن عليها كتير عشان هي ممكن تكون صعبة عليك، ولو حسيتها صعبة عليك هتفضل تعمل كل حركة لوحدها عشان تبقى سهلة عليك وتبقى متيسرة عليك وتقدر ان انت تنفذها وبعد كده تدمجهم كلهم مع بعض. وده برضو ملخص ليها عشان لو انت حسيتها صعبة تقدر ان انت تتعلمها وتشوفها بالملخص. 1. هتعدي الكرة من خلف قدامك. 2. هتعمل انسايد ستيب اوفر مع التمويه. 3. تسحب الكرة للخلف بالشكل ده عشان تقدر تعدي من الخصم، وبعد كده هتعملها كتير بسرعة عشان تعرف تتعلمها وتيجي معاك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده وبالشكل المظبوط وتكون متقنها كويس جدا. All you do is copy this faxes. Cameras on me like it's all access. I don't wanna talk about practice. Nah, it's not a game, not a game, not a game, not a game, not a game. دي مهارة جميلة جدا وكنت عامل واحدة زيها في فيديو من الفيديوهات، بس دي فيها اختلاف شوية انك بتعمل مجموعة من الحركات برضو اللي هو بداخل قدمك وخارج قدمك اللي هو زي انسايد ستيب اوفر او اوتسايد ستيب اوفر، وبعد كده بتخضع الخصم بلمسة بسيطة بداخل قدمك وتعدي منه على طول. هنشوف شرح المهارة وازاي تتعلمها بعد ما نكمل الحركة. دي مهاره حلوه بس فيها شبه من مهاره كنت عاملها في فيديو قبل كده، بس هي فيها اختلاف بسيط جدا. بس الاختلاف هنا بدل ما تعمل الستيب اوفر وتعدي بخارج القدم، لا انت هنا بتعمل الستيب اوفر وبتعدي بداخل القدم، وبتقدر انك تقطم المدافع وتعدي منه وتسدد على طول، او مثلا ممكن تهته وترجع بيه تاني على حسب استخدامك في الملعب وعلى حسب انت بتعملها في انه مكان بالظبط. وهي طريقتها جميله جدا وسهله جدا. يلا بينا نروح نشوف هنتعلمها ازاي. هتعمل مجموعة الحركات دي في الاول ببطء كده عشان تكون فاهم هي بتتعمل ازاي، وبعد كده تسرعها شوية واحدة واحدة، وهنشوفها دلوقتي ببطء اكتر عشان تعرف الخطوات دي بالظبط بتتعمل ازاي. وحاول انك تنفذ الحاجات دي كده وانت شايفها قدامك، يعني انت تجيب كرة قدامك وتحاول تنفذ اللي هو مثلا واحدة بالخارج واحدة بالداخل، تعملها ببطء الاول، ولو انت حسيتها صعبة بعد كده تزودها وتزود السرعة فيها عشان تقدر تتقنها كويس جدا. ممكن تعملها في المنزل، ممكن تعملها في البيت، ممكن تعملها في اي حتة. هو الموضوع المهارات مش هيبقى صعب معاك، اهم حاجة الاستمرار في التدريب. وهقول لكم دلوقتي الملخص الحركة عشان تقدروا تعملوها. 1. هتلف الكرة بخارج قدمك. 2. هتلفها برضو بداخل قدمك. 3. هتلفها بخارج القدم. 4. يكون فيها خداع شوية وهتاخدها بالقدم الاخرى. وبعد ما تكون كويس فيها وتقدر ان انت تعملها بسرعه، اوعدك انك هتعملها بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، وهتكون الحركه معاك سهله وتقدر ان انت تنفذها بسهوله. ودي كانت مجموعة المهارات النهاردة، كانت مهارات جميلة ورائعة، لازم انكم تتمرنوا عليها كتير جدا عشان خاطر مستواك يتحسن وتقدر ان انت تكون منسجم في اللعبة. بس اهم حاجة ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام، هتلاقيه ظهر قدامك دلوقتي او هتلاقي اللينك في صندوق الوصف او الكومنت، وتابعوا كل الفيديوهات اللي جاية عشان تقدروا تستفادوا منها باكبر قدر ممكن. وبكده يا شباب انتهت حلقتنا، يا رب انها تنال اعجابكم. ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، اراكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.